السلام عليكم. في ناس بعتت وسألتنا عن رأينا في الكبة الجديدة من افيناز. فاحنا النهارده جبنا ال3 لتر وهنجربها مع بعض ونشوف ايه الأخبار. هي المفروض ان هي 3 لتر 3 سرعات 1200 واط. خلونا نجربها مع العلم ان السكينة بتاعتها رباعية متثبتة من تحت بمسامير، ومعاها خافق للبيض هنجربه برضو مع بعض، ومعاها السكينة البلاستيك علشان ننزل الحواف. خلينا نجرب كده مع بعض حاجة حاجة مع اللحمة ونشوف ايه الأخبار ونقول لكم رأينا. وتعمدنا ان احنا نحط معاها حتة دهن علشان نشوف ايه الأخبار لما تتفرم معاها، هل هتفرمها ولا لا. زي ما قلنا هي 3 سرعات، هنجربهم واحدة واحدة ونشوف مع بعض ايه الأخبار. زي ما احنا شايفين فرمتها في وقت قليل جدا وما خدتش معانا وقت، وحتى حتة الدهنة اللي احنا حطيناها كمان اتفرمت معانا. خليكم معانا هنكمل ونجرب مع بعض الخلطة بتاعة البيض، فانتظرونا. هنجرب مع بعض الجزء التاني من الكبة وهنشوف مع بعض ايه الأخبار. هنحط كوباية لبن، ربع كوباية زيت، بيضاية، و 2 زبادي اللي هو الصغير او واحدة من الكبيرة. دي تشريبة احنا هنعملها لصينية الرقاق باللحمة المفرومة، وهنجرب مع بعض دلوقتي ونشوف ايه الأخبار. زي ما احنا شايفين ما خدتش ثواني وفعلا كانت دمجت كل حاجة مع بعض، وبصراحة هي فاجأتنا لأنها فعلا عملية وما بتاخدش ثواني وهي بتعمل الحاجة. انتظرونا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، هنتكلم مع بعض عن حاجة جديدة.